السلام الله عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو الاخوان غادي نحلوا واحد المشكل كيتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، اللي هو بزاف ديال الناس كيبغيو يصححوا المعلومات ديالهم، ولكن كتطلع لهم هذه النافذه ولا هذا الميساج: المعلومات التي قمتم بادخالها غير صحيحه. وبالتالي هذا الشيء اللي غادي نعالجو ان شاء الله في هذا الفيديو، فإلا كنتي مهتم تبع معايا الفيديو حتى النهايه. لكن قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات باش يوصلوكم الفيديوهات القادمه ان شاء الله، ودير لايك للفيديو اللي مالها وبارطاجيه باش كلشي يستافد. وما تنساش تدخل عندي لاشين ثانيه ديالي، غتلقى الرابط ديالها في اول كومونتير تحت هذا الفيديو. نبداو على بركه الله في الشرح. اذا قبل ما نعالجوا هذا المشكل هذا، بالنسبه للناس اللي مازال ما تسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد او السجل الوطني للسكان، يدخلوا لاشين ديالي غادي يلقاو فيديوهات شرحت فيهم الطريقه ديال التسجيل. اذا بالنسبه للناس اللي بغاو يدخلوا الحساب ديالهم في السجل الاجتماعي الموحد بعد ما كيتسجلوا، ملي كيدخلوا المعلومات كيطلع لهم داك الميساج اللي مكتوبه فيه بلي المعلومات غير صحيحه. غادي يشوفوا الطريقه متابعينا. اولا كتدخل لجوجل، كتكتب السجل الاجتماعي الموحد، كتضغط عليه، هذا هو الموقع، يعني هذه هي الواجهه ديال الموقع. اذا بعد ما كتسجل في السجل الاجتماعي الموحد وكتخرج الاستماره، كتفاجئ مثلا انك عندك غلط او خطا في المعلومات، او عندك شي مشكل، او بغيتي تدخل غير الحساب ديالك. كتجي ملي كتدخل المعلومات يطلع لك هذا الميساج اللي فيه المعلومات التي قمتم بادخالها غير صحيحه. اذا كنجيو لهذه الخانه اللي الفوق اللي فيها 3 ديال الشرطات، كنضغطوا عليها، كنهبطوا لتحت، كنجيو لهذه الخانه اللي فيها ايداع في مركز خدمات المواطنين، وكنضغطوا على ايداع طلب التسجيل. من بعد كتختار الخيار الثاني: لدي طلب تسجيل لم اقم بايداعه بعد في مركز خدمات المواطنين. هنا بطبيعه الحال الا ما ديتيش الاستماره المقاطعه وبغيتي تصحح المعلومات ديالك، كتطبق هذه الطريقه. بعد ما كتضغط على الاختيار الثاني، شنو كيعطيك انك تدخل المعرف الرقمي ديال رب الاسره بطبيعه الحال، ثم رقم الاستماره. ديك الاستماره اللي خرجتي كيكون فيها واحد الرقم لتحت، هذاك الرقم. من بعد كتدخل في الخانه الثالثه كلمات تحقق، يعني هاد الارقام اللي كيبانوا لك هنا كتعاود تكتبهم لتحت. من بعد كتضغط على تاكيد. بعد ما كتضغط على تاكيد مباشره كتدخل الحساب ديالك. ولكن كاينين بعض الناس بعد ما كيضغطوا على تاكيد يطلع لهم هذا الميساج اللي هو: المعلومات التي قمتم بادخالها غير صحيحه. وهذا هو المشكل، لان بزاف ديال الناس كيتواصلوا معايا في الفيسبوك والانستغرام بخصوص هذه المساله هذه. وهنا راه المشكل ديال الموقع، يعني السيستم، يعني هذا خطا تقني، لان انت دخلت المعلومات ديالك بشكل صحيح. اذا بالنسبه للناس اللي كيبغيو يدخلوا للموقع وكيطلعوا هذا الميساج هذا، هنا غادي غير تحاول انك تدخل مره اخرى، لان المشكل كما قلت لكم هو مشكل تقني، يعني كيتعلق بالموقع ماشي في المعلومات الشخصيه ديالك، لان المعلومات صحيحه. وكاين بعض الاخوان كذلك اللي كيبغيو يطبقوا نفس الطريقه بالنسبه اللي شرحنا كيفاش تدخل الموقع ديالك عن طريق المعرف الرقمي ورقم الاستماره. ولكن كاينين الناس ما بقاوش عاقلين على رقم الاستماره، او لا ما عندهمش، يعني يلاه كيتسجلوا مازال ما كملوش المراحل ديال التسجيل، وقع لهم مثلا مشكل وما عندهمش رقم الاستماره. هنا بالنسبه لهاد الناس اللي ما كملوش المراحل ديال التسجيل، هنا كتحاول انك تعاود تسجل من الاول، يعني من جديد. ونفس الشيء كاينين بعض الناس، هنا خاصكم تردوا البال، كاينين بعض الناس اللي كيتسجلوا هنا كما كتلاحظوا في الموقع، كاين التسجيل الالكتروني، يعني ايداع طلب عبر البوابه الالكترونيه، وكاين ايداع طلب مركز خدمات المواطنين. هنا خاصك تسجل عن طريق الطريقه الثانيه، هنا ايداع الطلب مركز خدمات المواطنين. وراه ديجا درت فيديو شرحت فيه طريقه التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وشرحت هذه الطريقه، لان التسجيل عن طريق ايداع الطلب عبر البوابه الالكترونيه راه ما كتخرجش لك الاستماره. وبالتالي ملي غتبغي تدخل للموقع ديالك من بعد غادي تلقى مشكل. يعني من الاحسن انك تسجل بالطريقه الثانيه، ايداع طلب مركز خدمات المواطنين. والطريقه ديال التسجيل راه سهله، ديجا شرحتها في فيديو غتلقاوها في لاشين ديالي. كتضغط عليها وكيعطيك انك تدخل المعلومات الشخصيه ديالك، اللي هي المعلومات الخاصه برب الاسره، فيها المعرف الرقمي، الاسم العائلي والشخصي، ثم تاريخ الازدياد، النوع ذكر او انثى، النوع بطاقه الهويه، ثم كتدخل رقم بطاقه الهويه ديالك، عنوان الاسره. ثم من بعد ملي كتعمر هذه المعلومات كامله
كتهبط لتحت كتدخل كلمه تحقق، من بعد كتضغط على تاكيد وكدوز ليطاب الثانيه اللي فيها المعلومات اللي كتعلق بالمهنه وبالسكن ديالك ومجموعه من الامور. هادشي غتلقاوه في الفيديو اللي شرحت فيه الطريقه ديال التسجيل. غنخلي لكم رابط الفيديو في الديسكريبشن، يعني في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو ان شاء الله. حاولوا انكم تفرجوا في الفيديو وتبعوا نفس الخطوات باش ما يوقعش شي غلط او لا شي مشكل. اذا هادشي اللي كاين الاخوان، اي واحد عنده شي سؤال ولا استفسار يتواصل معايا في الفيسبوك ولا الانستغرام، راه كنجاوب على جميع الرسائل. وما تنساوش تدخلوا للمدونه ديالنا، يعني الموقع ديالنا عبر الانترنت. غتلقاو الرابط ديال المدونه في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو ان شاء الله. راه فيها جميع المواضيع اللي كتعلق بالتسجيل في السجل الوطني للسكان، السجل الاجتماعي الموحد، التغطيه الصحيه ديال لامو وغيرها من المواضيع الاجتماعيه والاستشارات القانونيه. وتما غادي تلقاو كذلك الروابط ديال الموقع، سواء رابط الموقع الرسمي السجل الوطني للسكان او لا الموقع الرسمي السجل الاجتماعي الموحد والتغطيه الصحيه كذلك. وبهذا غنكونوا سالينا موضوع حلقه اليوم. نتمنى يكون الموضوع نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله ومع موضوع اخر.